إذن كنا مع هذه اللقطات للرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال وزيرة الدفاع الفرنسية له خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس للبحث في مجالات مشتركة كبيرة بين مصر وفرنسا، مجالات عسكرية وأمنية وتعاون اقتصادي. كل هذا يناقشه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس. إذن نعود مرة أخرى عبر الهاتف إلى سفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق في قطر. كنت أحدثك سعادة السفير عن فكرة يعني هذه المراكز للأبحاث عندما يتحدث فيها أشخاص بارزون كانوا يحتلون مناصب سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ويقولون إن قطر تدعم الإرهاب وإن إيران تدعم الإرهاب، ويدللون على ذلك يمكن بأحداث وقعت سابقا. كيف يعني يتخذ القرار الأمريكي؟ هل لهذه المراكز الأهمية بمكان بحيث أنها ممكن أن تغير من القرار الأمريكي؟ طبعا أمريكا دولة مؤسسات. القرار الأمريكي قائم على مؤسسات متعددة ومتنوعة. مراكز الأبحاث أحد أهم روافد التأثير في صنع القرار الأمريكي. بدون شك هذا المركز هام من حيث عدد، من حيث نوعية ما يبحث من قضايا، ومن حيث نوعية المشاركين فيه. ما تم اليوم والتصريحات التي وردت إلينا عن دعم إيران ودعم قطر للإرهاب، وعن الرسالة التي خرجت عن المؤتمر اليوم في تحذير قطر أن تكف يدها عن دعم الإرهاب وألا تتعامل بوجهين في سياستها الخارجية. رسالة هامة بالطبع سيكون لها تأثير فيما يتعلق بصياغة القرار الأمريكي الخاص بإيران وبقطر وبمكافحة الإرهاب وبعلاقات أمريكا بالمنطقة العربية بصفة عامة. هيكون له تأثير أيضا على قطر نفسها، لكن لا نريد أن نبالغ في الأمور كثيرا. كل ما نريد أن نقوله أن هذه التصريحات مهمة تتفق مع مواقفنا إزاء قطر وإزاء دعم وإزاء الإرهاب وكيفية محاربته. دوافعها طبعا ربما تختلف عن دوافعنا نحن فيما يتعلق بموضوعات مكافحة الإرهاب، لكنها دون شك ستؤثر على صياغة القرار الأمريكي الخاص بقطر، ونأمل أن تثمر في أن تتفق الإدارة الأمريكية على لغة خطاب واحدة فيما يتعلق بقطر. رأينا بالأمس زيارة لوزير الخارجية الأمريكي للسعودية وقطر. في تقديري هدفها لها أهداف كثيرة مرتبطة بتطورات الأوضاع في سوريا وفي العراق، لكن أحد أهدافها أيضا إيران وقطر، الأزمة القطرية العربية. طيب. طبعا وزير الخارجية الأمريكي بيحاول أن يمارس دور معين في الضغط على الدول الأربع لتليين مواقفها إزاء قطر، ولكن هذا المركز وما صدر عنه من توصيات اليوم تصب في صالحنا بدون شك. أشكرك شكرا جزيلا السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق في قطر. شكرا جزيلا لك. إذا موضوعات بعد الفاصل تتعلق بالتسجيلات المفبركة والمعلومات المغلوطة التي تقال بين الحين